السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ربنا يسعدكم جميعا ويفرح قلوبكم ويكبر خاطركم يا رب، اللهم امين. الفيديو بقى النهاردة في شوية روتين على شوية طبخ. كنت عند ماما بصراحة، رحت لها. لقيتها مقابلاني بالخير كله. اول ما دخلت عندها كده لقيتها مجهزة المحشي، وكانت قاعدة بتحشي كده، فقلت لا 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 لا، انا لازم بقى اقعد واساعدك يا امي. فلقيتها بقى كده مجهزة المحشي. تمام. كنا بالليل بقى في اليوم ده، لقيتها كده مجهزة المحشي ومظبطة الدنيا قوي. ربنا يبارك لي فيها وفي عمرها. طبعا كلنا لما بنروح عند اهالينا، خصوصا يعني لو انت من مكان متجوزة في مكان بعيد او بتروحي على سفر، بتاخدي وقت. طبعا هنا كنت بخلي ابني يصورنا، بس هو ما كانش عارف، عماله اقول له اعمل كده اعمل كده اعمل كده. انا بس كنت عايزه اجيب لكم لقطه يعني، وبعد كده خلاص يعني هشيل الكاميرا ونقعد بقى نحشي براحتنا. اول حاجه عملناها كده، عملنا بقى حله المحشي. انا رحت لقيتها مجهزه المحشي ومجهزه الكرنب ومجهزه كل حاجه. حشينا المحشي كده على بيات، جهزناه. وقمنا بقى الصبح زي ما انتم شايفين، قمت الصبح بقى دخلت المطبخ، لقيته ما شاء الله يعني جميل. قلت بقى ايه، اريح ماما شويه. ربنا يعطيها الصحه يا رب. هي اصلا في اليوم ده كانت بتعمل حاجات تانية، فقلت اما اريحها انا شويه. فدخلت بقى اول حاجه كده، عملت المواعين، نظفت المطبخ، نظفت الحوض، ونعمل فطار بقى كده عشان كلنا نفطر مع بعض في اليوم ده. لان يعني هو يعتبر ده كان يوم جمعة، فيعتبر بالصم كلنا بنبقى متجمعين في اليوم ده. اخواتي طبعا بيبقوا ما عندهمش شغل، وانا ببقى موجودة هناك، كلنا بنبقى متجمعين في اليوم ده. فبيبقى بصراحة يوم جميل كده، فحبينا اللي احنا كلنا نفطر مع بعض فيه. فخلاص كده هروق المواعين واظبط الدنيا. كان بصراحة يوم جميل جدا جدا. ربنا يسعدكم جميعا، ويسعد أمهاتنا، ويبارك لنا في عمرهم، ويبارك لنا في صحتهم، ويرحم كل أمهات المسلمين يا رب العالمين. يا ربنا يرحم كل أمهات المسلمين يا رب، وما حد يحس بالوحدة أبدا. بصوا بقى حبايب قلبي، أنا خلاص غسلت المواعين كده، وبعدين هبتدي ان انا اغسل الحوض. الحلة اللي في الجنب دي اللي عليها ليمونة، كنا خلاص غسلنا يعني البط والفراخ اللي عندنا، نضفناهم كويس الصبح وغسلناهم، وبعدين نقعينهم شوية. هنبتدي برضو نديلهم غسلة تانية مع بعض، بس هنشوفها بعدين. فكده يعتبر خلاص خلصت الحوض. عايزه اقول لكم والله الفيديو كان طويل قوي قوي قوي، بس انا بحاول ان انا اختصره عليكم كده عشان اشارككم كده في اللحظات الحلوه بتاعتي. يا رب دايما تعجبكم. على فكره يا جماعه، انا ممكن ان انا يعني اخف المواعين شويه او اظبط الدنيا شويه، بس انا بحب اظهر بطبيعتنا كده يعني عادي. مش لازم اضحك عليكم واقول لكم يعني احط طبق ومعلقه في الحوض واقول لكم هي دي المواعين، لا انا بوريكم الطبيعه بجد. هنا كده غسلت بقى الكنكه ومليتها ميه عشان نبتدي نعمل شاي لما نفطر، بس ايه، ما ينفعش نحط ميه على طول ونغسلها، لازم نركن شويه. غسلت بقى الحوض وشطبت كل حاجه. هنا خلاص كنت خلصت كل المواعين في المطبخ، ما كانش فاضل عندي اي حاجه غير بس الازايز. كنا عايزين نغسل الازايز كويس ونملاهم، نملى الميه بقى كده. طبعا يا جماعه الازايز ديت مامتي بتستخدمها في الطبخ وكده، لان ساعات الميه بتقطع عندها، فبتبقى محتاجه ميه اللي هي تستخدمها وكده. وساعات برضو ممكن يشربوا منها عادي، مفيش مشكله. فهنبتدي بقى اللي انا خلاص غسلت الازايز كده وهملاهم. طبعا دخلت على الرخامه كانت معكوكه شويه، كانت ماما مجهزه عليها بقى حاجات المحشي بالليل، فكانت بقى الدنيا مش تمام خالص. فغسلتها كويس كده بالسلكه، وبعد ما اغسلها وهبتدي امسح من عليها الصابون، هكب عليها شويه كلور ناعم كده، واقوم فردة عليها واصب عليها شويه، عشان هي رخامه من اللي هي البيضه دي، فبتبقى مبقعه شويه. فهبتدي بقى يا حبايب قلبي اللي انا هحط عليها شويه كلور ابيض، وهنقعه عليها شويه، وبعد كده همسحها مره واحده. تمام. اول ما هنضفها هوريها لكم. طبعا انا اللي ماسكه وانا اللي بصور، فاعذروني بقى لو التصوير جاي مش مظبوط شويه. خلاص كده خلصت الرخامه اهوت، والازاز اتملت وكل حاجه حطيتها مكانها. هنبتدي بقى خلاص كده الدنيا خلصت، هندخل بقى على البوتاجاز عشان لما نيجي نطبخ ولا نعمل فطار ولا نعمل حاجه، يكون ايه الدنيا رايقه كده وعارفين نعمل الحاجه بتاعتنا. طبعا انا ما غسلتوش غسله عميقه يعني ولا حاجه، انا بس ايه، اللي هو اللي احنا تبقى عننا مرتاحه واحنا بنعمل فطار، بنعمل غدا، واحنا بنظبط الدنيا، بحس برضو اللي يدخل المطبخ يحس ان نفسيته مرتاحه شويه.
انا عارفه ان هو عايز غسله عميقه، بس ان شاء الله ربنا قدرنا وهعمله لها بامر الله. خلاص كده نمسحه. احلى حاجه في البوتاجازات بتاعت زمان دي يا جماعه، تاخديه غسله كده يقوم ايه، يلمع معاكي على طول. وغير كده يعني الحمد لله مامتي ربنا يعطيها الصحه ايدها فيه. خلاص بقى كده، خلاص البوتاجاز، غسلت المواعين، روقت الرخامه. هبتدي بقى ان انا امسح الارضيه. مليت جردل كده في ميه وحطيت فيه معطر على كلور ابيض برضو، عشان يعني الحشرات والذباب والحاجات دي. ابتدي ان انا انضف الارضيه كويس وانشفها بالمقشه كده. ابتدي ان انا ادعكها ولما اي حاجه ابتدي ان احنا ننشفها. قولوا لي بقى ايه يا جماعه رايكم في الفيديوهات من النوعيات دي؟ يعني تحبوا ان انا انزل لكم الروتينات وحاجات من كده، ولا تحبوا بقى اللي انا ايه اغير معاكم؟ ايه رايكم بقى في الحركه دي؟ ببص بنضف لقيت ال5 جنيه متنية كده، ففكرت 5 جنيه وقلت هي هتلاقي 5 جنيه يا امي. ببص لقيتها مقطوعة، قلت لماما يعني ما رضيتش تديني واحدة جديدة. هنا بقى هنعمل فطار مع بعض. طبعا جبنا عيش سخن كده من المحل، ده فول بيبقى جاي جاهز كده، وده حليب وطعمية وبرنجان، وهنظبط الدنيا بقى. خلاص قطعنا البرنجان كده ونضفناه ونبتدي نصفيه. غسلنا بمية وملح، وغسلنا الجرجير طبعا، ونقعين الجرجير شوية عشان لو في اي ترابة ولا حاجة. هنبتدي بقى اللي احنا نعمل مع بعض الفطار. يلا بينا بقى كده على البوتاجاز نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجة عملتها ابتديت اللي انا صفيت الحليب وحطيته على النار يغلي، وهبتدي اللي انا انزل البتنجان اللي احنا نحمره. تمام. بصراحة كان وحشني قوي قوي الفطار ده يا جماعة. ما بفطرش الفطار ده غير عند امي، لان طبعا بنعرف نجيب طعمية سخنة وفول وكلام ده. المكان اللي انا فيه يعني بعيد عني شوية اللي انا اجيب طعمية وحاجات من دي. فخلاص كده لازم اللبن طبعا تبقى واقفه جنبه ولازم يفور منك. كان فاضل كده معلقه من الصلصه بتاع المحشي اللي كانت امي مسبكاها، حطيتها وحطيت عليها خل وحطيت عليها ليمون وحطيت لها فلفل اسمر وكمون وشطه وملح، بس ما كانتش جت في الكمر يعني. وبعدين قلبتها كويس، وما يبتدي البرنجان بتاعي يتحمر هبتدي ان انا اخرجه واحطها عليه. انا خرجت البرنجان على زيت على رغيف عيش. ليه حطيته على رغيف عيش يا جماعه؟ عشان يمتص اي زيوت فيه. وبعد كده بقى هنبتدي نحمر الطعميه. بصوا انا سبت الطعميه للاخر عشان تبقى سخنه وكده ساعه الاكل. بس ما تيجي تحمري الطعميه وكونها تحمري باذنجان، يا تفصلي الاتنين في طاستين، يا تحمري الطعميه الاول وتحمري بعدها البرنجان، لان حسيت ان الزيت كان اسمر شويه كده وسمر الطعميه شويه. خلاص بقى نبتدي بقى نحط بقى التتبيله بتاعه البرنجان عليه كده في كل مكان كده. خلاص بقى نبتدي ان احنا نفضي الفول وهنهرسه شويه، نحط عليه ليمونتين على حسب انتوا بتحبوه ازاي، بس انا حطيت عليه ليمونه وحطيت عليه كده شويه ملح شويه، لانه بيبقى جاي من بره ملحه مش مظبوط قوي. طبعا هنا عملنا بقى هنا السكر، الشاي، اللبن، العيش، شيبسي، جبنه. وفي الاخر يا جماعه بعد ما اعمل الفطار ده كله يرضيكوا امي تقول لي كلي جبنه. عشان يعني معدتي وجعاني شويه تقول لي لا مالكيش انت في الحاجات دي كلي جبنه. وبعدين اتفاجئت بقى لقيت ماما الله يبارك لها عامله لنا فطاره مشلتته كده نفطر بيها كمان جنب الفطار. ربنا يسعدها يا رب ويبارك فيها. هي مامتي هنا كنا غاسلين اللحوم اللي عندنا بالبلد يعني يا جماعه بنسميه الزفر. كنا غاسلين الزفر بقى، البط والفراخ وكده. والفرخه دي ماما كانت غسلاها، كانت عايزه تشويها، فقالت لي اغسليها معاكي بالمره وتبليها عشان ابقى عينها. فقلت لها تمام كده. غسلتها بملح وليمون و... ودقيق. وغسلت وكنت برضو غسل الكبد والقوانص. هبتدي بقى عايزه اللي انا احشي البط واحشي الفراخ. هبتدي اللي انا انزل بالقوانص الاول كده في الزيت. هنزل بالقوانص كده الاول في الزيت يا حبايب قلبي، تمام زي ما انتم شايفين كده. واما تستوي يعني تتحمر شويه هبتدي انزل بالكبده، عشان ايه القنصه بتبقى عايزه سوا شويه. حطيت شويه فلفل اسمر كده، وطبعا ده جهزت لها بصله وقرن فلفل وجزر وتوم عشان نبقى نحط عليها يعني يدي طعم معانا. ضربتهم في الكبه. هنا بقى خلاص حطيت الكبده، وبعد ما حطيت الكبده وخدت تحميره كده شويه ابتديت اللي انا حطيت الخضار زي ما قلت لكم، بصل وجزر وفلفل. وهي بس ما بتحطلهاش اي حاجه غير ملح وفلفل اسمر.
مامتي طبعا جت بقى لازم تحط ايدها مش قادره تسيبني وتقعد ساكته، عايزه تيجي تساعدني برضه. فخلاص هنا نتبل الفرخه بقى ونسيبها في جنب من التتبيله لحد ما تتشرب التتبيله بتاعتها، وبعد كده بقى هي تعينها بقى بمعرفتها مكان ما هي عايزه تعين. تمام. خلاص كده طبعا الرز ده مغسول، كوبايتين رز مغسولين ومنقوعين، فعشان كده احنا مش هنزود عليهم ميه كتير لان هو الرز اصلا كان منقوع فتره كفايه. فهنحط له حوالي بس نص كوبايه ميه ونسيبه بالراحه على النار هاديه، ونفضل نقلب فيه كده كل شويه لحد ما نلاقيه دخل على سوا خلاص. يعني بينه وبين السوا حاجه بسيطه، نبتدي بقى اللي احنا نحشي البطه بتاعتنا. بصوا يا جماعة، والله العظيم اللمة وطعم الأكل عند أمي، والله لو أمي عاملة لنا عيش وجبنة بيبقى طعمه حاجة تانية بجد. وكون اخواتي حوالينا ونكون يعني مش عارفة أنا اللي بحس كده ولا عشان أنا بعيدة عن مامتي، ولما بروح هناك بتبقى دنيا تانية. خلاص هنا كده حطينا المية كده زي ما انتم شايفين، مية سخنة بتغلي، وحطينا فيها بصلة وجزرة وورق لوري، وحطينا حبهان، ولا لا ما كانش في حبهان ما كانش في حبهان، دورنا عليه لقيناه خلصان. هتبتدي بقى تحط شويه فلفل اسمر كده في جنب، ولما تبتدي البطه تقرب تستوي شويه كده، خلاص الشوربه غلت قوي قوي، هنبتدي بقى المحشي اللي احنا حشيناه بالليل اهوت، هنبتدي اللي احنا نخرجه. ماما برضك تقول لي لا انت ما تعمليش المحشي عشان هيعجن وبتاع. ماشي يا ماما، شكرا شكرا. فقولوا لها يا جماعه اللي انا شطوره والله وبعمل كل حاجه لوحدي. خلاص هي كده سقت المحشي، وبعدين هتبتدي اول ما يبتدي يغلي هتبتدي ترص فوق الكوسه. خدوها في علمكم، الكوسه يعني ما بتحتاجش ميه كتير، هي اصلا بتبدا ان هي كوسه اساسا من النوع الخضار اللي هو كله ميه وكله الياف. فيبتدي هي حاططها كده رصيتها على الوش، هتبتدي تسويها فوق المحشي، وهتحط غطا او حاجه تغطي فوقيه، وخلاص هي هتوطي بقى كده. خلاص هنا هتبتدي ان هي ساعه ما كل المحشي يتشرب الميه، هتبتدي ان هي توطي عليه، وهتغطيه بغطا فوق منه تحت غطا الحله، يعني هتحط عليها غطا زي طبق او زي صينيه، وخلاص هتسيبه على الهادي كده لحد لما يستوي براحته. ومحدش يقول الكوسه تستوي، هتشوفوني وانا بطلعها في الاخر مستويه وزي الفل. هنا بقى خلاص البطه غلت كده وخدت لها نص غلوه، احنا بنسميها كده يعني خلاص قربت تدخل على سوا شويه. نبتدي بقى نحط الفراخ، لان الفراخ البلدي بتستوي بسرعه، فاحنا يعني مش عايزينها اللي هي تتهرد وكده. هنا بقى عما خلاص كنا ولعنا على الاكل وسبناه بقى يستوي بقى مع نفسه على نار هاديه، ابتديت بقى كده دخلت قعدت ادور في التلاجة، لقيت كاكا ولقيت موز وسفندي وكده، فجبت لهم بقى فاكهه ايه ياكلوا في وسط في نص اليوم كده عما الاكل يستوي، لان احنا كنا فطرنا من بدري، فجبت لهم فاكهه كده بقى عما الاكل يستوي. وخلاص هنا بقى الاكل استوى، وطلعنا بقى الفراخ بتاعتنا، نبتدي اللي احنا نحمرها، ندهنها كده مش عايزين يعني نحمرها في زيت وكده. فهنبتدي بقى اللي احنا ندهنها بالصلصه كده زي ما انتم شايفين من كل الجوانب، هي والبطه بتاعتنا، هنبتدي نحطها في الفرن تحت الشوايه تاخد معانا اللون كده والتحميره الجميله، وبعدين بقى ايه نشوف هنعمل ايه. والله يا جماعه ما تعرفوش انا بفرح ازاي جدا جدا بالفيديوهات بتاعتي دي، وبفرح كده وانا مشاركاكم، وانتوا مثلا اي كومنت ولا تعليق بيجيلي بيسعدني ازاي. ربنا يسعدكم يا رب، كل حد بيكتب لي كومنت ربنا يسعده ويفرح قلبي. متنسوناش بقى من اللايك والاشتراك في القناة، وعايزين نكبر القناة دي بقى، شاركوا القناة والفيديوهات مع اصحابكم. ويا رب فيديوهات تكون بتعجبكم وتكون عند حسن ظنكم. هنا بقى مبتدي اللي احنا نخرج الكوسة كده زي ما انتم شايفين، عشان اللي احنا نحمرها وكده. نبتدي نغطي المحشي تاني ونسيبه على نار هاديه. طبعا بقيه الصلصه اللي كانت متبقيه معانا حطيت عليها نص فنجان شوربه، وقلبتها في بعضها وحطيتها على الكوسه، وابتدي اللي انا احطها في الفرن. اول حاجه اتحمرت معانا البطه، وبعدين الفراخ خدت وقت شويه. هنبتدي بقى اللي احنا نفضي المحشي بقى. نفسي اقول لكم والله بجد تفضلوا معانا. الشتاء الشتاء عاوز المحشي السخن ده بجد، يعني شتاء يعني محشي سخن. نبتدي بقى اللي احنا نرص الاكل كده ونعمل بقى منظر كده نخدعهم بقى، عشان يعرفوا ان مش ماما اللي طبخه وانا اللي طبخت كل حاجه. بصراحه يا جماعه ايوه انا اللي طبخت، بس ماما يعني ايه لازم تحط التاتش بتاعها، ما تعرفش تقعد ساكته، لازم تيجي تعمل اي حاجه. فخلاص بقى كده خلاص خلصنا الاكل، نبتدي بقى نوديلهم الغدا يتغدوا زي ما انتم شايفين كده، نبتدي بقى نخرج الغدا يتغدوا من كل حاجه. وعايزه اقول لكم بقى ان ماما ما نستناش، اختي دي اللي بتساعدنا اهي بتطلع الشوربه. آه
ماما بقى ما نسيتناش وعملت لنا بقى الفطير بالمهلبية المسكر ده، وهي كده كانت بتسقيه بالشربات ساقع كده وتقيل، بصراحة بيبقى طعمه رهيب جدا يا جماعة. لو عايزين طريقته قولولي واحنا نعمله مع بعض.